ككوكس يا خايب يا نايب يا عديم الراجع يا هجاص يا منافق يا كذاب، وشمعة الكذاب ما بتنورش. عبد مشتاق اشتراك وبعتنا، ها تجرت بآلام المواطنين، بهرتك أضواء المدينة وخنت القضية يا ابو زم أستك 7 طبقات وأستك. اتخيب يا دي انت، اتخيب بالقضية بلد يا ولد، اتخيب اتخيب بخيبتك. انا كنت بنقذ موقف. في الواقع وفي الحقيقة يا شعب ان خطة الاكابر زي كنبورة بيه ومشتاق بيه هي اخفاء الحقيقي وعدم المواجهة. وده ليه؟ قولوا لي ليه؟ لان لو قالوا لنا الحقيقي هنتنكد وهنتقهر. يعني لما وعدكم كنبورة بيه ان هو هيعمل لكم ترعة دافية في الشتاء وترعة متلجة في الصيف وترعة سخنة فيها شاي كشري، الله هو كان نفذ وعوده؟ ما نفذهاش، وكلكم فرحتوا وزقططوا وكل حي راح لحاله. الله ولما انا بقى اقف جنب مشتاق بيه لما قال ان هنداوي الهوان يعني ما وقعتش في البلاعي، وقفت انا جنبه رجوله وشهامه وانسانيه وجدعنه. وكلنا بنحب مشتاق بيه، كلنا بنحب مشتاق بيه. مش معقول يا منص، النهارده عيد الطفولة حبيبي وانت الوحيد المكتئب، مش عارف ليه. مصر يا سيدي قال ايه؟ يلعب فيديو جيم. ما انا قلت له يا منص يا منص دي لعبة بقت شعبية ومش كلاس، بقت رابش يا منص. تصور مش عاوز اقتنع ابدا، انا مش عارفة جيل ايه ده. الله احنا ما كناش كده يا كحيت. افهمني يا ابني، المستقبل دلوقتي للبلياردو حبيبي. ارجوك سيبك من الالعاب دي بقى، سيبك من العاب الحواري، ما تفضحنيش يا ربي. منص كبر مخك حبيبي وقوم يلا تعالى معايا. ايه ده؟ هتروحوا فين يا ابو منص؟ هنفوت على عزيز بيه ونشترك في مهرجان الاطفال، نشارك في الطنبوله، ناخد سوفت درينك. يلا منص. سوفت درينك؟ لا انا من رايي بقى تروحوا والت ديزني لاند، ها وبسلامه امانه تسلم لي على ميكي ماوس واخواته الصبيان. ما نلحقش يا ام منص، هروح امريكا وارجع على طول، ثم انا لو دورت دلوقتي مش هلاقي تذاكر فيرست كلاس. يلا منص حبيبي. فيرست كلاس؟ فيرست كلاس ده انت لو لقيت الطياره فيها تسطيح مش هتعتقها ابدا. قال على رأي المثل صحيح، ربنا ريح العريان من غسيل هدومه. اي وايه ده وسخنه كمان. الله، امال فين صابر افندي النهارده؟ خد ولاده وراح التلفزيون. شفت المعارف بتنفع ازاي؟ يعرف ساعة هناك هيدخلهم. اصلهم عاملين مهرجان بمناسبة اعياد الطفولة، والطفل اللي هيقعد مؤدب ويثبت ان ابوه موظف هيدوله سندوتش شاورما. أوه. على فكرة انت انسان شرير واستفزازي وخبيث، انا مش هسمح لك ابدا انك تجرح مشاعرنا. الله ليه يا حامد افندي وانا عملت لك حاجة؟ كل شوية يا اخي تخترع لنا حاجات عمرنا ما سمعنا عنها، مرة شاورما ومرة بولوبيف. ايه ما تحترم نفسك يا اخي. معلش استحمله، اصل اعصابه تعبانه من يوم مراته حكمت رايها يجيب لها لانشون. لانشون؟ هو لسه هيخلف تاني؟ يخلف تاني ايه يا اخي؟ ده نوع جديد من الاكل. المهم ان هو عمل استبدال المعاش وجاب لها ربع كيلو عضها. هو ايه اللي عضها؟ اللانشون. اضطر ياخدها المستشفى، ادوها 21 حقنه في بطنها، يعني دفع فلوس العلاج وفلوس اللانشون. مسكين. بيقول لك طفل امريكاني مات من الحر وابوه قبض $1,000,000. انا هتجنن يا اخي. انا ولادي جتتهم لا بتتاثر لا بحر ولا ببرد، جدنا نيله في حظنا الهباب. فلذات أكبدنا أكباد فلذتنا، البراءة هي سعادة تفاؤل وأمل. أطفالنا الصغننين المقطقطين الحلوين، النهارده في مهرجان الطفولة بنستضيف شخصيات قريبة أوي 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 من قلوبكم. بنت انت يا بنت انت، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ بتوسخي هدومك؟ ما شاء الله ما شاء الله. عارفه يا بنت انت لو عملتي كده تاني هجيب لك الراجل ابو رجل مسلوخه ياكلك، فاهمه ولا لا؟
ينا من جوه. ودلوقتي مع ضيوفنا اللي احنا بنحبهم، عزيز بيه العليت والاخ الكحيت. وده منص ابن صديقي الكحيت بيه. انا عايزك تصوريه في التشايلدز فيستيفال دوت. شايفه لابس اوريجينال خالص زي ما انت شايفه. واي نوت. تعالى بيبي، تعالى شاطر، تعالى حبيبي. بو سلطان كمان، بو سلطان. يلا حبيبي شاطر، يلا روح اقعد مع صحابك المقطقطين التامين الصغننين اللي قاعدين هناك. يلا. لا راجل سيبيه براحته، انا معوده ان ما حدش يفرض عليه اي حاجه. عايزة أقول عزيز بالأليت، أطفال مصر كلهم قلقانين 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 خالص، وعايزين حضرتك تطمنهم على مستقبلهم. ما هو بصراحة مش معقول كل يوم والتاني نسمع إن في طفل صغنن بريء وقع في بلاعة، ويوم تاني نسمع إن في طفل صغنن بريء تاني ساعه الطيار. مش معقول صدقوا. انا بصراحه مندهش، ليه يا رب يبقى الحل في ايدينا وما نفكرش فيه؟ انا شخصيا بقترح مشروع يتكلف 39 مليار جنيه، نركب في كل بلاعه تليفون وتليفاكس. وما تنساش يا اكسلانس ازايز ريحه مستورده عشان الريحه. لا 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 لا، احنا نحط فيه سبراي ومناديل معطره. على العموم مع انه موضوع جوهري بس مش هنختلف. وبالشكل ده هو ممكن لاي طفل يتصل باهله ويقول لهم انا وقعت في البلاعه رقم كذا، يجوا ياخدوك. كمان المفروض كل اب يضع في جيب ابنه 4 جنيهات من الجديده المخرومه. الطفل يحطها في اي ثقب، يجي المسؤولين وياخدوه فورا. انا شخصيا مالي جيب منص ابني 4 جنيهات. فانتاستيك جريت، اقتراح عبقري فذ خطير. ودلوقتي اطفالنا الصغننين المقطقطين الحلوين، وصلنا الى اغنية اليوم، الاغنية التي طالما انتظرتموها، وكلماتها بتقول: من الغولة خزقت عين ابو رجل مسلوخة وطلع لها الاشكيف. أطفالنا الصغننين، عايزة أشرح لكم كلمة الأشكيف. الأشكيف معناها العفريت المخيف. الحمد لله، مر أسبوع بحاله ومفيش ولا طفل وقع في أي بلاعة، والبلاعات زي ما هي من غير غطا. ده دليل مادي على إن غطيان البلاعات دي ملهاش أي لازمة. البلاعات اللي بغطيان تعتبر رفاهية، بذخ، ده ما يصحش واحنا في أزمة اقتصادية حاليا. عموما علشان كده احنا قررنا ان احنا ناخد قرض من ألمانيا قدره 16 مليون مارك. بهذا القرض هنطبع مطبوعات بالألوان عشان نوزعها على أطفالنا لزيادة الوعي بالنسبة للبلاعات اللي من غير غطا، وقرض تاني من نفس ألمانيا ب12 مليون مارك عشان يبعتوا لنا شويه عربيات فاخره من العربيات اللي بينتجوها عشان نوزع المطبوعات دي على الاطفال. في احلى من كده بقى؟ يا ريت كوماندا باشا تبقى تبعت لي نسختين عشان الاولاد. من عينيا يا عسل.